الكليه عندنا في كليه الاداب نظري بحت، مفيش شق عملي، حتى السكاشن ما فيهاش عمل. ودي يمكن رساله بوجهها برضو من خلال حضرتك، ان الاعلام موهبه هي بيتم تنميتها بالتطور ومواكبه العصر. بلاش ندرس الشباب 5 أو 6 أو 7 أو 8 مواد على ما فات، هي كفايه ماده واحده ادرس تاريخ الاعلام اللي فات. طب الحديث والمتطور لا، خلينا نعيشه. ودي مشكله خلي بالك رهيبه، ان الشاب بيقعد 4 او البنت بتقعد 4 سنين من حياتها تدرس تاريخ الاعلام اللي فات، تطلع مش عارفه ايه اللي بيحصل على ارض الواقع او تبتدي منين. وعلى فكره الموضوع ده بيدفن مواهب كتيره جدا، وبنات وشباب كتير جدا بيعيشوا حياه عاديه وهم كانوا المفروض يبقوا نجوم مجتمع، واتظلموا بسبب ان هم مش عارفين يبتدوا منين. فدي كانت مشكله الكليه. وهقول لك بقى الفرق بين تربيه نوعيه واداب اللي عملوا طفره تانيه في حياتي في مجال الاعلام. دخلت الكليه قسم الاعلام.